الموت المختار اللي هو الانتحار، أن يوقف الإنسان عمره بنفسه. طبعا الإسلام حرم هذه الطريقة، لأن لست أنت حرا في جسدك وفي روحك، ولا بد أن تحافظ على الضروريات الخمس. الفلاسفة منقسمين على عدة آراء. الأكثر الفلاسفة يعتقدون أن الانتحار عمل غير أخلاقي، ويقولون أن الانتحار، دافع الانتحار هي أمور زائلة ووقتية ويمكن السيطرة عليها. وأفضل ما قيل في الانتحار أنه حل دائم لمشكلة وقتية. ولكن وبعضهم يقول ليس من كمال حريتك أن تسلب حريتك. يا سلام، ليس من كمال حريتك أن تسلب حريتك بأن توقف الحياة. وديفيد هيوم الفيلسوف يقول أن الانتحار هو تقاعد مبكر عن الحياة وانعزال عن المجتمع، وأيضا يقول أنه فيه تحدي لله عز وجل. كلمة كذا بس، كيف يرى الأطفال الموت؟ نعم، أحسنت، سؤال جميل. الأطفال ينقسمون في تواجههم للموت على 3 أقسام. طبعا هم مثل الكبار يواجهون الموت بصدمة وبحزن عميقين، لكن بالأبحاث والدراسات أنهم ينقسمون إلى 3 أقسام. من 2 إلى 5 سنوات يعتبرون الموت حدثا عابرا، ويمكن أن الميت يعود، يعتقدون أنه ذهب إلى رحلة وأنه سوف يعود. القسم الثاني من 6 إلى 9 سنوات يعتقدون أن الموت نهاية بلا عودة، يعني يعتقدون هذا، ولكن يقولون أن الأبطال أو الأذكياء قد يفرون من الموت. القسم الثالث والأخير اللي هو من 10 إلى 12 سنة يفهمون الموت فهم حقيقي، ويعلمون أن الموت رحلة بلا عودة. تركي